ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا رددتوا مع آيات القرآن، ومثل ما تعودنا ما تنسوا إنه تقرأوا لو صفحة واحدة بالقرآن. الله يخليكم ويرضى عليكم إنكم تقرأوا بس لو صفحة واحدة. أهم إشي لا تهجر قرآنك عزيزي المشاهد. لا تنسى كمان إنك تدعو لإخواننا اللي موجودين انتوا عارفين وين هم، ولكل المستضعفين بالأرض. وإذا عجبتك هاي الحلقة هي لازم تعجبك، هو مش إذا، لا، حط لايك اليوم. اللايك والشير إجباري. ليش؟ لأنه الموضوع جدا مهم. الموضوع انحكى عنه لكن مقتطفات من هون مقتطفات من هون. أنا جمعت لك كل هالمقتطفات وجبت لك إياها بفيديو واحد، عشان إن شاء الله ما بتطلع من هذا الفيديو إلا أنت عارف كل إشي عن هذا السم اللي موجود. شوفوا، خلينا نتفق، روبلوكس هي لعبة مش سيئة، اتفقنا. مثل الانترنت مش سيء، بس مين اللي سيء؟ اللي بيعملوا المواقع. فالشركات او الناس العاديين اللي بيعملوا المواقع هم السيئين. فعشان احنا نقطع الحكي عن اللي بده يجي يدافع عن اللعبة ويجي يحكي انه احنا ضد التطور، لا، اللعبة كاللعبة كويس، بس مشكلة اللعبة، وهي المشكلة الرئيسية، ما عليها رقابة كافية. هذا اولا. ثانيا، انها بتسمح لمستخدمينها انهم يسيئوا استخدام اللعبة. أنا واحد من الناس اللي ضد الحرية المطلقة في كل إشي. ليش؟ لأنه لازم يكون في حدود، وهذا الإشي اللي صاير مع روبلوكس معطي الحرية للاعب. بدي أشرح لكم عن اللعبة. هي لعبة بتدخلها تعمل شخصية افاتار، بغض النظر كيف تكون شكلها، أنت بتختارها. بعد ما تختارها بتفوت تختار من الألعاب اللي كثيرة اللي بتوصل. عزيزي المشاهد، خليني أصدمك، اللعبة جواتها 40 مليون لعبة ما يقارن. تخيلوا الرقم، أبدا مش سهل. فأنت بتفوت على هاي اللعبة اللي انت اخترتها. ممكن تكون لعبة رياضيات، ممكن احياء، ممكن اي اشي بتلاقي جوا، ممكن تركيب، ممكن لوجو، ممكن سلم والحية، ايش ما بدك انت بخطر على بالك تقدر تفوت انت عزيزي المتابع تقدر تعمل لعبة. تمام؟ وصلت الصورة؟ عشان احنا وياك، يعني انا شاركتك كل المعلومات اللي بعرفها عن هاي اللعبة، فعشان نكون انا وياك في حد سواء هسه لما نطرح هذا الموضوع. يا اهالينا الكرام، اول ما تسمعوا كلمة روبلوكس بخطر على بالكم انها مجرد لعبة حلوة أو لعبة عادية، لعبة بيقضوا عليها أولادنا وأطفالنا وقت كتير وبيستكشفوا عوالم افتراضية جوا هاي اللعبة. بس روبلوكس هي منصة كتير كبيرة، أكبر من إنها مجرد لعبة. فيها فرص كتيرة، بس مقابل هاي الفرص فيها أخطار كبيرة كثير، أخطار بتهدد سلامة أولادنا النفسية والجسدية وحتى مستقبلهم كمان. اليوم رح نحكي بالموضوع بالتفصيل. أوريدي شرحت لكم شو هي اللعبة وكيف بتشتغل. ضل عنا شو الجرائم اللي صارت بسببها حول العالم، وشو بتحكي الإحصائيات والدراسات عن هاي اللعبة، وشو المخاطر النفسية والاجتماعية التقنية اللي ممكن تيجي لأولادنا بسبب هاي اللعبة. وأخيراً كيف نقدر نحمي أولادنا فعلياً، مو بس نمنعهم أو نخوفهم من هاي اللعبة. روبلوكس زي ما قلت لكم هي لعبة كثير كبيرة، بتسمح لأي حدا يستخدمها، وهي فيها ألعاب ضخمة جدا ومفتوحة. يعني كان عمرك 5 سنين ل50 سنة بتقدر تلعب في هاي اللعبة. في سنة 2024 على لعبة روبلوكس أكثر من 80 مليون شخص نشط يوميا على هاي اللعبة. متخيلين؟ أكثر من 80 مليون. انتم متخيلين العدد شو كبير؟ مثل ما قلت لكم فيها 40 مليون لعبة مصممة جواتها. أولادنا بيختاروا الأفاتار والشخصية وبيدخلوا على هذا العالم الافتراضي يلعبوا. طب ليش هي مش مجرد لعبة؟ لأنه هاي اللعبة ممكن أي حدا ينزلها ويتواصل مع أولادنا. في نظام محادثة شات جوا اللعبة، فيها عملة افتراضية على ما أظن اسمها روبوكس تتحول لفلوس حقيقية. هون بدنا نحكي
عن الجرائم والانتهاكات اللي صارت بسبب لعبة روبلوكس. البي بي سي البريطانية سنة 2022 وثقت حالات استغلال للأطفال داخل لعبة روبلوكس. عاملين ألعاب مصممة خصيصا لتجذب هدول الأطفال عشان يتم استغلال. تقرير طالع عن NSBCC البريطانية بقول هذا التقرير إنه روبلوكس كان من بين أعلى 3 منصات ارتبطت بجرائم التحرش الإلكتروني للأطفال. وفي أمريكا في قضية مشهورة سنة 2021 إنه رجل بالغ استدرج بنت عمرها 11 سنة من روبلوكس والتقى فيها فعليا. وفي إيطاليا حسب تقرير الشرطة إنهم اعتقلوا شاب كبير كان بيبتز الأطفال بصور قدر يحصل عليها من الدردشة بينهم وبين بعض. حتى في قصة أنا بعرفها وكنت أقرأ عنها، وهاي القصة يعني هيك خذوا لكم قصة استمتعوا بالنص. كانت في بنت صغيرة عمرها 9 سنين، هاي البنت كانت تلعب روبلوكس، فجأة بتفوت عليها وحدة وبتقعد تحكي معاها وبتتأكد إنه هي البنت المقصودة، لأنه هاي الامرأة كانت جاي تدور على هاي البنت خصوصا. وبلشت تحكي معاها وصارت تحكي لها أنا بعرف وين ساكنة وبعرف مين أنت، وصارت تحكي لها اسمها واسم أمها واسم أبوها واسم أخوها، وشرحت لها في أي مدرسة بتدرس، وفهمتها إنه هي مسيطرة عليها بالكامل. وهاي القصة حقيقية وإن شاء الله أتذكر أترك لكم المصادر. وصارت تطلب منها شغلات غريبة، لكن مو شغلات وسخة عشان المصداقية في القصة. المهم يا إخوان بعد هيك صارت تقول لها إذا انت بتحكي لماما او بابا انه انا بحكي معاكي او حدا بيعرف انه انا بحكي معاكي رح اجي اقتلك انت وماما وبابا واخوكي، رح اقتلكم كلكم. وهاي طفلة صغيرة، انتم متخيلين لما تحكوا لطفلة صغيرة عمرها 9 سنين شو حتكون تفكر وقديش رح تكون خايفة؟ بعدها صارت بدها تنفذ الخطة اللي اصلا هي جاي عليها. الخطة كانت كالآتي اخوان، هاي المرأة الكبيرة اسمها تارا، واجت للطفلة الصغيرة وقالت لها قدامك 3 خيارات. اول خيار انك ترمي اخوك بالمسبح، ثاني خيار انك تكبي عليه مي مغلية، ثالث خيار قدامك انك توقعيه على الارض على طول، مش على السجاد او على الموكيت، يوقع على الارض على البلاط على طول. فالبنت هون كانت بتحب اخوها الصغير بيبي لساته بيبي، قالت لها اذا ما بتعملي اللي بقول لك عنه راح اجي اقتلك انت وانت راح تموتي بدالي. فالبنت خافت قالت لها لا خلاص أنا راح أرميه على الأرض. وبالفعل من خوف هاي الطفلة الصغيرة مسكت الولد الصغير ورمته على الأرض، والولد لما وقع على الأرض صار في عنده كسر في الجمجمة. بعدها هاي إيش طلبت منها؟ قالت لها بتجيبي سكينتين، واحدة بتحطيها في رقبة أبوكي والتانية بتحطيها في رقبة أمك عشان أنا ما أجي وأقتل. البنت لما شافت الهيصة والحوسة هاي كلها اللي قدامها ومستشفى وشرطة ماتت من الرعب، وقررت في هذاك الوقت إنه تحكي لأبوها، تحكي له اللي صار معاي 1 2 3 4. بعدها الشرطة صارت تحقق ودخلت على اللعبة وقدروا يوصلوا مين هذا الشخص. هاي تارا تطلع في بينها وبين عيلة البنت الصغيرة في قرابة، وكانت هي مستقصديتها عشان تخرب هاي العيلة وتدمرها. فالمفيد في هاي القصة إنه أولادنا صاروا نقطة ضعفنا عن طريق لعبة، وأي حدا بيقدر يوصل لهم. هون خلينا نروح للأرقام، لأنه الأرقام أكبر مما نتخيل وأكبر من الإحصائيات أنا متأكد، لأنه بقول لك 14% من الأطفال اللي عمرهم تحت 12 سنة موجودين على لعبة روبلوكس هم بس اللي اعترفوا إنهم تعرضوا لمحتوى غير لائق على لعبة روبلوكس. هدول اللي حكوا، فما بالك باللي ما حكوا، باللي خافوا، باللي انبسطوا بما إنه إشي غريب عليهم. في تقرير لترانسبيرنسي سنة 2022، هذا 2022 وفي 23، بقول لك سنة 2022 منصة روبلوكس نفسها حذفت ما يقارب 1,300,000 حساب على اللعبة بس بسنة واحدة. ليش؟ بسبب إساءة الاستخدام على هاي اللعبة. انسونا من الجرائم، شو المخاطر النفسية والاجتماعية اللي ممكن يتعرض لها طفلنا؟ حتى لو ابنك ما تعرض لجريمة مباشرة، في مخاطر عميقة جدا. مثلا أولها إدمان الألعاب. متوسط اللعب اليومي سنة 2024 هذا التقرير طلع على منصة روبلوكس ما يقارب 3 ساعات ل4 ساعات للطفل الواحد، وبعض الأطفال بيقعدوا عليها من 6 ل8 ساعات، هذا دوام شفت كامل على الآيباد بكون قاعد. وزيادة الوقت على هاي اللعبة أو على أي جهاز هو مرتبط بزيادة القلق والاكتئاب عند الأطفال، وخصوصا لما يصيروا مراهقين أو حتى لو كانوا مراهقين وبيلعبوها. غير إنه بصير في عندك ضعف اجتماعي ومقارنات مرضية. بصير الطفل يحكي ليش
ليش غيري عنده روبوكس اللي هي اللي قلت لكم عنها هي عملة رقمية جوا لعبة روبلوكس فبتتحول لفلوس، فصير الطفل يحكي ليش هذا معاه وأنا ما معي، ليش الشكل تبعي الأفاتار تبعي في اللعبة مش حلو زي اللي عندهم، لأنه أنت إذا بدك تشتري له إشي معين بدك تدفع فلوس، وبهاي الفلوس بدك تشتري العملة تبعت روبلوكس، وبعدها بعملة الروبلوكس تشتري سكن بيحكوا لها أو أواعي لهاي الشخصية تبعتها، فبتصير المقارنات. وحتى في اللعبة بصير يبين مين الفقير ومين الغني، يعني شو بكفي في الحياة احنا فقراء. حتى في الألعاب سنة 2022 في تقرير طلع عن كومون سينس ميديا بقول لك رغم سياسات المراقبة على هاي اللعبة إلا إنه ما زال لغاية هاي اللحظة بيظهر محتوى موجه للأطفال في عنف وفي جنس أو رسائل كراهية. وخذوا هذا الفيديو شوفوا إيش بقول. تعال عند اللي حبك ويهتم فيكي ويبينك ويعذبكي ويضربك ويعاقبك بنفس الوقت ما تأدبتي. تعال عند اللي يربيكي ويهتم فيكي. تعال عند اللي يعلمك الأدب، يعلمك الطريق الصح من الطريق الغلط. تعال عند اللي يثيرك بعذابه بقوته بسعديته. تعال عند المسيك المشاكل الدنيا. تعالي هنا أربيكي. انتوا شفتوا ايش اللي سمعتوه؟ جنس، إذلال، حقارة. كيف ممكن شخص يكون بهذا السواد لهي الدرجة؟ أنا ما بعرف. المهم مش هذا موضوعنا، لأنه أنا إذا رديت عليه هسا بتصيروا تحكوا لي يا قصي لازم تهدى، فأنا مش حرد عليه لأنه بدي أسكت. غير إنه في خطر الغرباء على هاي اللعبة حسب بلومبرج انفستيجيشن سنة 2022 بقول لك إنه هاي اللعبة أي حدا بالغ بيقدر يحملها وينزلها، وهذا خطر على أطفالنا خصوصا الناس البيدوفيليا. وهون نيجي للمخاطر التقنية والأمنية. في برضه فيديو انتشر على التيك توك إنه واحد إجا وقف على باب البيت، طبعا مش حط لكم إياه لأنه في بنات، فكان في ولد صغير بيلعب على باب البيت، فإجا قال له مش عارف شو اسمه كان، قال له أنت هيك، قال له قال له أنا اللي بلعب معك على روبلوكس. نزل من السيارة تبعته يعني قد الباب، هو شو اللي بتلعب على روبلوكس؟ المهم طلعت الام دخلت ابنها جوا بتحكي له تفضل خير شو في. المشكلة النهاية ما راح تعجبكم يعني، فقال لها انه انا وابنك اصحاب نلعب على روبلوكس، فبتحكي له على روبلوكس، قال لها وقال لها بالمناسبة انت كتير حلوة، انا شفتك قبل هيك. بتقول له وين شفتني؟ قال لها ابنك كان يصورك ويبعث لي الصور، وانا بصراحة اجيت عشان اشوف اذا انت فاضية نقعد مع بعض يعني نتسلى. هي قالت والله يلا تعال تفضل، فوتته. الفكرة في الموضوع يعني هسا انسوا هدولاك ملناش فيهم يعني، تمام؟ هذا كل اشي عندهم غلط. هسا هي ايش علمت ابنها؟ انه بتقدر انت تعطي عنوان بيتنا لاي حدا، تقدر تصورنا لاي حدا. هذا الاشي اللي تعلم الطفل، لكن احنا مش هيك والحمد لله. بس الفكرة في الموضوع انه الطفل ممكن ينجر ينسحب منه هاي الشغلات. ممكن انت تكوني قاعدة بتجلي ممكن يصورك ويبعث، يكون مثلا هذا عامل حاله بصوت بنت بغض النظر، ماما بدها تشوف مامتك، اي اشي زي هيك ويصورك وانت مش عارفة وحلني بعدها. غير انه الاطفال يعني هو طفل بالاخر، انه ممكن يشاركوا بياناتهم او حتى صورهم او صور العيلة. غير انه مثلا انه الطفل ممكن يفوت على غرفة، وهاي صارت انا قرأت عنها، انه بيحكوا له روح خذ الفيزا تبعت ابوك او تبعت امك واحنا بنشتري لك روبوكس العملات الرقمية وتقدر تشتري اللي بدك اياه. غير انه اصلا اللعبة تتعرض كل فترة وفترة للتهكير وتسريب ملايين الحسابات منها حسب موقع هاف اي بين. راح اترك لكم هذا الفيديو لكن حيكون مغبش لانه الاخت اللي بتحكي فيه هي غير محجبة، عشان هيك الفيديو مغبش، مش عشان انا بدي انكر، عشان حطيت لكم اياها بصوتها. ايوه اسمعوا. تحذير: هذا الفيديو جدا مهم انه ينتشر. قامت شركة أبحاث بريطانية اسمها ريفيلينج رياليتي مؤخرا بعمل تحقيق كامل عن مدى أمان لعبة روبلوكس على الأطفال، خاصة بعد ادعاء منصة روبلوكس إنها مناسبة لجميع الفئات العمرية. والإشي اللي اكتشفوا الباحثين مرعب ومريب، وأتوقع إنه كثير منكم بيعرف. للأسف الاكتشاف بيّن إنه هنالك العديد من الأطفال بيتعرضوا لمحتوى صادم. يعني الطفل عمره 5 سنين بيقدر يدخل على عالم أو على غرفة فيها شخصيات تمارس أفعال جنسية، فيها رقصات، فيها إيحاءات. ثاني إشي بيّنته سهولة التواصل مع الغرباء، فاهمين علي؟ وسهولة استدراج الأطفال لخارج اللعبة، وإنه أي شخص بيقدر ينتحل هوية الطفل. وحتى بعد البيرنتال كنترول وضبط الأمان يعني الأطفال من قبل الأهل، للأسف ممكن يتعرض لهذا المحتوى الخطير. نصحت هذه الشركة إنه الأهل لا يسمحوا للأطفال بلعب لعبة الروبلوكس، وإذا سمحوا إنه الوالد أو الأم
تنشئ حساب مرتبط فيه. فعلوا أدوات الرقابة، قم بمراقبة قائمة الأصدقاء والغرباء، وتحدث مع طفلك مع أي إشي بيشوفه داخل اللعبة. غير هيك هي خطيرة ومش مستاهلة. الإشي اللي بصدم أكتر وأكتر، شوفوا هذا الفيديو قديش مستفز. لعبة اسمها روبلكس. اللعبة هذه القرآن كأنه درج، أنه تدوس على القرآن. طبعا لازم، استغفر الله، لازم يدعس على القرآن. هذه من فكرة اللعبة، عشان يخلص الماب لازم يدعس على القرآن. طبعا القرآن هنا محرف، اللي أعرفه أن الأطفال طايحين فيها طيحة جامدة. يعني هذا تعتبر من رقم 1 عند الأطفال. اللعبة هذه لازم ننتبه، حاربوا الإسلام عن طريق الأطفال. القرآن محرف، يعني ذاكرة الطفل تختلف عن الكبير، فيصير يقرأ ويفكر أن هذا القرآن. بحيث أني أنبهكم، ضروري إنها تنحذف يا أخوان. احذفي اللعبة، حذف التطبيق. شوف عزيز المشاهد، بعرف انك تنرفزت من الفيديو اللي شفته، وناقل الكفر ليس بكافر، لكن بدي اورجيك انه قديش في امراض في هاي اللعبة، قديش هاي اللعبة ممكن تكون سيئة. غير انه حاطين فيها القرآن محرف. اذا ممنتج حط لي صورة القرآن اللي انهم كيف محرفينها. انتوا شايفين اخواني الموضوع مش مزح، يعني الموضوع مش انه انتوا ضد النجاح، لا مش ضد النجاح. هذا مجتمع مفتوح، انت بتدخل تقدر تعمل اللي بدك اياه. غير التنمر والعنصرية وكمان كفر وإلحاد. يعني شوف، انت لازم تدعس على القرآن حتى تخلص المرحلة. بدك تحكي لي مش كاتبين قرآن؟ ما هو مبين انه قرآن عزيز المشاهد، لا تقعدش تتهبل علي وتهبل عليك. مبين انه قرآن، غير انه اصلا ما تفتحه حاطين لك سورة الفاتحة بالانجليزي مش حاطينها بالعربي، وكاتبين بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بعرف انه بنتهي بالتبليغ على هاي الغرفة او على مصمم اللعبة، بعرف، بس الطفل شو بده يعرفه؟ انه هو لازم يبلغ. هون فكرتي، فهمتوا كيف؟ هاي هي الفكرة مش انه احنا بس خلص بدنا نعادي اي اشي ناجح، لا، بس زي ما احنا بنحاول ندل على الخير، في غيرك بحاول يدس السم بالعسل وين ما كان. فاحنا منحارب الناس اللي بدسوا السم بالعسل، ما منحارب العسل، احنا منحارب السم. علم النفس والتربية الرقمية، يعني التربية الالكترونية، شو بتقول لك؟ الاطفال بطبيعتهم عندهم فضول والاستكشاف، اللي هي نظرية التطور المعرفي. لما نحرمهم او نخوفهم راح يلجأوا للسرية. فهون انت خسرت طفلك. الحل حسب أمريكان أكاديمي شو بتقول؟ لازم يكون بينك وبين طفلك في محادثة مفتوحة، وانت كأهل تشاركوهم في اللعبة، تعملوا حسابات في اللعبة وتشاركوهم. عزيزي بعرف انك مشغول ومش طايق حالك، لكن هذا الجيل هيك حكم علينا. شو بدنا نسوي؟ زي لما كان أبوك ياخدك يروح تلعب كرة قدم، هذولاك كانوا يتصرفوا بالفطرة، لازم يروح يطمن انت مع مين بتلعب، انت وين بتروح. فانت هسا ابنك بطل يطلع، فانت بدك تدخل للعالم الرقمي تبعه، ولازم تعلمه كيف يبلغ عن محتوى غير لائق، كيف نحمي اولادنا عمليا، وشو نصائح من الخبراء الامن القومي. شوفوا، اول اشي لازم تفعلوا ميزة الرقابة الابوية في روبلوكس، وتعملوا تحديد الالعاب المناسبة لعمر ابنكم، وتعطلوا اي محادثة او تقيدوها. هذا بتقدر تعمله من نظام الرقابة الأبوي. بس هي الفكرة ليش انت لازم تدخل عالمهم؟ لانه امرات هدول المتحرشين والزفت الطين على وجههم بدخلوا بصوت طفل، بدخلوا بغيروا صوتهم عن طريق برامج، في 1000 موضوع. يعني حتى مع هذا النظام هو يخفف ما بيمنع، تمام؟ عشان انت تكون عارف. اربطوا حساب الطفل بحسابكم، ناقشوا معهم ليش هاي الامور خطيرة. مش بس انا قلت لا روبلوكس يعني لا، تابعوا موضوع الروبوكس اللي هي العملة الرقمية، ليش بده يشتريها، واذا بيشتريها وانت سمحت له يشتريها، من وين عم بيشتريها. استخدموا برامج متابعة نشاط الطفل الرقمي، يعني بيحكي لك قديش، فانت تقدر تحط على الايباد مؤقت. اكيد انتوا بتعرفوا كل هاي المعلومات. علموا الطفل جملة مهمة جدا، انه لو حد بالغ طلب منك صورة او يحكي معاك برا اللعبة خبرني فورا. راح اترك لكم فيديو لاخت الله يجزاها الخير، بس معلش يا اختي احنا راح نغطي على وجهك لانه احنا هون ما بنطلع نسوان، النسوان عندنا مكانهم المطبخ، الكل متفق هون. لا بمزح معاك اذا انت بتحضريني، احنا هاي مزحة عشان اعطي مجال للمتابعين يسبوني في التعليقات واخذ حسنات. ماما كيف اخواتي يلعبوا روبلوكس؟ ليش ما بقدر العب انا؟ خليني اسالك سؤال، لو انت كنت عايش بمدينه وهي المدينه ما فيها شرطه، ما فيها قوانين، ما فيها ابواب لبيوتك، هل بتقبل تعيش بهي المدينه؟ لا راح تكون كثير مخيفة. هي تماما الروبلوكس.
روبلوكس مدينة مفتوحة فيها ناس من كل الدنيا، ونحن ما بنعرف مين هدول ومن وين، وكل واحد بيعمل لعبته بطريقته. فيها ألعاب لطيفة، بس كمان فيها ألعاب أبدا ما لها مناسبة وممكن تكون خطيرة للأطفال اللي بيكونوا موجودين. بس أنا بس رح ألعب، ما رح أحكي مع أي حدا. جادو، الموضوع مو بس حكي، أوقات اللعبة نفسها بتخلي الولد يتعود إنه يقتل، إنه يسرق، إنه يتنكر بأشياء غريبة. وفيها ألعاب كتيرة، فيها أفكار ما بتنفعنا أبدا وما بتشبهنا أبدا. تعرف كمان شو المشكلة؟ إنه أنا ما بقدر راقب كل هالتفاصيل اللي موجودة بهذا العالم الكبير. يعني هذا المكان غير مراقب أصلا، لا مني ولا من أي حدا. في كتير ألعاب، ليش روبلوكس هي المشكلة؟ لأنه المشكلة جادو مين ورا هي اللعبة. كل لعبة بنلعبها في ناس صنعت هاي اللعبة. يعني مثلا الناس اللي عملوا الليجو مثلا، هدول عالم كانوا حابين الأطفال إنه تفكر، تبني، تبدع، تستغل وقتها بشيء مفيد. بس الروبلوكس شو هدفها؟ الناس اللي عملوا هاي اللعبة شو بدهم إياكم تعملوا؟ بدهم إياكم تضيعوا وقتكم، تعلقوا فيها كتير، تشتروا منها أشياء كتير، تعلموا أشياء مو صح تتعلموها، مثل القتل، مثل السرقة، مثل الخداع، مثل الألعاب ما لها مفيدة أبدا. بدهم إياكم تعيشوا بجو ما له حقيقي وتضيعوا وقتكم ومصرياتكم. بس على فكرة هي ممتعة. ممكن، بس للأسف مو كل شيء ممتع هو آمن، ولا كل لعبة مشهورة لازم نركض وراها. جادو، أنا ما بقول لا لأني ما بدي إياك تنبسط، أنا بقول لا لأني أنا بخاف عليك، لأني مسؤولة عنك وبحبك، بدي إياك تكون دائما بأماكن آمنة. في عندك دول زي دولة تركيا منعت اللعبة بتاتا، استراليا فاتحة تحقيق، بريطانيا فاتحة تحقيق. فالموضوع أبدا مش هين عزيزي المشاهد. غير إنه في حالة خطف صارت بكاليفورنيا، غير إنه بسنة 2023 تم إبلاغ عن 13316 حالة تحرش جنسي للأطفال. متخيلين 13000؟ بال 2022 كم من حالة؟ ما يقارب 3000 حالة. فأنتم متخيلين زادت 4 أضعاف. أهم إشي إنه نحمي أطفالنا ونعرف كيف نحكي معاهم، مو بالخوف أو بالصراخ. أسئلة مفتوحة، مثلا شو أكتر إشي بتحبه بروبلوكس؟ ممكن تستكشف. طيب بتحس يا بابا إنه أو يا ماما إنه في ناس غريبين هناك؟ والمشاركة، جرب إنك تلعب اللعبة معه، مش غلط إذا أنت حاب إنه يكمل اللعبة وبتعرف إنك قادر تسيطر على الموضوع. إذا أنت بتعرف إنه ممكن تغفل، فالأحسن إنك تمنعه يلعبها أصلا، لكن بأسلوب حلو مثل الفيديو اللي حضرته. وهسا بدي أعطيك 3 قواعد ذهبية للتربية الرقمية. الله على الشعر. لا تثق بالعالم الرقمي ثقة مطلقة أبدا. ما في إشي اسمه ابني ما بيعملها، كل الأطفال معرضين لهذا الإشي. وأهم إشي تعمل التوازن. الحرمان المطلق مش حل، المشاركة والفهم هم الحل. خلاصة الموضوع، روبلوكس ممكن تكون تجربة تعليمية إبداعية مذهلة، لكنها كمان مكان مليء بالخواطر المخفية، استغلال، إدمان، تنمر، محتوى غير لائق، تحرش. واجبنا كأهالي مش بس إن إحنا نخاف، بل نفهم ونتابع ونحمي. اللعبة ذات نفسها مش هي الشر، اللي فيها هي الشر. والشر الأكبر اللي هو الغياب الأبوي، إن كان الأب أو الأم. وإذا وصلتوا لهون فأنتوا فعليا أهالي واعيين. حماية أولادنا مش بس هي برامج أو حجب، هي علاقة ثقة واهتمام حقيقي بينك وبين ابنك يوم بيوم. ولهون بكون أنا والناس اللي جبتهم معاي بالفيديو حطيت لكم إياهم، وصلنا لكم الفكرة كاملة بإذن الله عن لعبة روبلوكس. وإذا في عندك أي معلومات إضافية حط لنا إياها، أو إذا بتعرف أي فيديوهات تحذيرية أو أي قصة تكتب لنا إياها في التعليقات، خلي الكل يستفيد. إذا عجبتك هاي الحلقة زي ما قلنا ما فيش إذا، غصبا عنك اعمل لايك واعمل مشاركة كمان. أما إذا بدك تشترك في القناة أنت حر، ما بدك تشترك أنت حر عزيزي المشاهد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم.